يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. كان في أسد صغير اسمه رعد. كل الحيوانات في الغابة كانت بتقول عليه ده هيبقى ملك الغابة في المستقبل. لكن رعد كان فاكر إن الملك لازم يكون صوته عالي ويزقر طول الوقت، وكان بيقول بفخر: أنا أقوى واحد، أنا ملك الغابة. وفي يوم من الأيام حصلت مشكلة كبيرة. النهر اللي الحيوانات بتشرب منه اتسد بخشب واقع من فوق التل. الحيوانات اتجمعت وقالوا: رعد، أنت أقوى واحد، اعمل حاجة. رعد بدأ يزقر ويصرخ بصوت عالي: أنا ملك الغابة، هفك السد حالاً. لكن مهما حاول يزق الخشب كان تقيل جداً. بدأ يتعب ويغضب ويصرخ أكتر. ساعتها جت بومة حكيمة وقالت له بهدوء: يا رعد، القوة مش دايماً في الزئير والعضلات، الحكمة والصبر أهم. رعد سكت شوية وسمع كلامها. قعد يفكر وقال: طب لو الحيوانات كلها ساعدت مع بعض؟ راح للأسد الكبير وقال له: أنا محتاج كل الحيوانات تساعدني مش لوحدي. وبالفعل الفيلة شالت الخشب الكبير، والقنادس قصوا الفروع الصغيرة، والعصافير ساعدت تنقل الغصون بعيد. وبعد شغل جماعي وصبر، النهر رجع يجري من تاني، والحيوانات شربت وفرحت. رعد اتعلم درس مهم وقال: النهاردة فهمت إن ملك الغابة الحقيقي مش اللي صوته عالي، الملك الحقيقي هو اللي يعرف يستخدم عقله ويصبر ويتعاون مع أصحابه. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم، وبحبكم كلكم من قلبي.